السلام عليكم. في فيديو اليوم سأتعلم طريقة اللعب بسلاح القناصة. لكن قبل أن نبدأ، شكراً على دعمكم لي في الفيديو السابق. إذن كلنا نعرف اليوتيوبر مودوكس، وهو يوتيوبر مشهور بلعب بسلاح القناصة. إذن يا صديقي الأسطوري، عندما ستشاهد هذا الفيديو ستصبح مثله إن شاء الله. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى ضغط زر لايك والاشتراك لدعمنا. إذن الخطوة الأولى هي إعداد الشخصيات. سنحتاج إلى شخصية رئيسية في هذا الفيديو، وهي رافائيل. والشخصية الثانية هي موكو لكشف الأعداء. والشخصية الثالث هي محمد رمضان أي مارو. أما الشخصية النشط هي إيريس للضرب وراء ثلج. إذن بعد إعداد الشخصيات يجب علينا الذهاب إلى ساحة التدريب. والآن حنأخذ قناصة لكن مختلفتين لكي أريكم شيء. إذا لاحظتم فإن القناصة تتغير أو تستبدل بالأخرى، ولفعل هذا سنحتاج إلى تحويل هذا زر هنا في هذا المكان وتكبيره حسب أصابعكم، والأفضل هو جعلها في أقصى شيء. ثم أهم شيء لتعلم سويتش بالقناصة هو ضغط على زر ضرب، وبعدها زر تبديل سلاح الذي قلته لكم، لكن بسرعة. الآن قبل أن نريكم النتيجة سأعطيك سر الكثير يشتكون من سلاح الكار، لأنه يستغرق وقتاً في إعادة تحميله. لذا سأعطيك حلاً. يجب عليكم الضغط على زر سكوب 4 مرات بسرعة حتى يتحمل أسرع من المعتاد. والآن بعد أن فهمنا الأساسيات، حان وقت تطبيق. First blood. إذن يا أساطير، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم في هذا الفيديو، ولا تنسوا لايك والاشتراك، ونلتقي في الفيديو القادم. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow.